النهارده أنا هاعمل معاكم طبق حلو أوي، باعمله دايمًا لمّا باكون مستعجلة أو أوقات ما بابقاش عارفة أطبخ إيه، فبالجأ للطبق ده. هنعمل مع بعض دبابيس فراخ مشوية، وهنقدّم جنبها خضار مشوي مع رز أبيض. هنعمل الفراخ بتتبيلة حلوة أوي، تعالوا نشوف هنعمل إيه مع بعض. معايا معلقة كبيرة صلصة طماطم، و3 معالق زيت زيتون أو أي زيت عندِك ينفع، معلقة كبيرة خل أبيض، معلقتين كبار من الزبادي، ومعايا كمان توابل ملح وفلفل، توم باودر وبصل باودر ورشة بابريكا وتوابل فراخ ورشة بسيطة قوي من الجنزبيل، وممكن نستغنى عن الجنزبيل، وكمان نص ليمونة. أنا معايا نص كيلو من دبابيس الفراخ، تقدري تشتغلي على أي كمية عندك، ممكن كيلو أو 2 كيلو، بس أنا هعمل نص كيلو بس، يعني التتبيلة دي تكفي نص كيلو. لو هتعملي أكتر طبعا هتضاعفي الكمية. أول حاجة أنا غسلت الفراخ كويس أوي بالدقيق والملح والليمون، ونضفتها كويس أوي من أي زوايد، وهابتدي أفتح كده اللحم بتاعها عشان تتبل معايا كويس. فمسكتها كده بالسكينة وعملت شرايح بسيطة أوي، بس بالراحة عشان ما نقطعش اللحم، يعني إيه نعمل كده فتحة بسيطة أوي. طبعًا أنا محتفظة بالجلد، لإن الجلد هو اللي هيحافظ على شوي الفراخ. الناس اللي بتحب تشيل الجلد طبعًا اللحم بيتحرق وبيبقى الطعم مش لطيف خالص، فنخلّي بالنا من الحاجات دي. طبعًا أنا ضِفت الزبادي والخل وزيت الزيتون، وكمان معلقة صلصة الطماطم ممكن نستغنى عنها لو مش بتحبوا الصلصة، بس هي بتدّينا لون مش أكتر، لإن أنا مش مزوّدة الكمية يعني. وضِفت كمان التوابل وعصرة الليمون، واخر حاجه ضفتها هي صوص الباربيكيو. مش قادره اقول لكم بقى، هو بيعمل طعم حلو جدا مع المشويات، ممكن نستغنى عنه، بس اضافته يعني بتبقى يعني بتخلي الطعم احلى واقوى، وكمان بتدينا لون حلو قوي، وبيبقى فيه ريحه الشوي كده واضحه. يعني جربوه كده هيعجبكم جدا. طبعًا التوليفة بتاعة التوابل دي أنا موفّقاها كده مع بعض عشان يعني تدّي طعم شوي حلو. طبعًا التوابل إحنا ممكن نغيّر فيها زي ما يعجبنا، بس لازم نفضل يعني محتفظين بالتوابل اللي تليق مع بعض، يعني مش أي توابل طبعًا بتنفع مع بعض. طبعًا حطيت دبابيس الفراخ وابتديت أدعك فيها كده جامد عشان أدخّل التتبيلة جوّه الفتحات اللي أنا عملتها عشان تشرب التتبيلة. عشان أحيانًا كده بنعمل فراخ مشوية أو مثلًا لحمة أو كده، تحسّوا إن هي متّبلة من برّه بس، ومن جوّه الطعم يعني غير اللي برّه، فده بيبقى إن التتبيلة ما قعدتش مع الفراخ كفاية. آخر حاجة أنا حطيتها هي رشة زعتر مجفف كده، بتدّي ريحة حلوة جدًا، يعني مش قادرة أقول لكم كانت ريحتها رهيبة. طبعًا أنا سِبتها في التتبيلة شوية كده في التلاجة حوالي ساعة. ممكن طبعًا تعمليها من بالليل، كل ما بتقعد أكتر كل ما بيكون الطعم أقوى وأحلى، بس طبعًا بما إني مستعجلة يعني فأنا شويتها بعدها بساعة بس. برضه كانت حلوة، بس طبعًا لو قعدت وقت أطول بتكون أحلى وأحلى. هنشتغل بقى على الجريل، ممكن أو في أي طاسة مسطحة عندِك تقدري تعملي ال آمم ال الدبابيس. أنا حطيتها على الجريل سخّنتها كويس أوي من غير ما أضيف أي مادة دهنية، لإن أنا طبعًا حاطة في التتبيلة زيت زيتون، ف ده هيساعدني كويس أوي، أو أنا اكتفيت بيه يعني. طيب لو ما فيش جريل زي ما قُلت ممكن نعملها على طاسة بس نهدّي النار شوية. طبعًا كمان ممكن نحطها في صينية وندخّلها الفرن، أو ممكن على صينية نحط راك أو شبكة ونبتدي نسوي عليه الدبابيس، برضه هتكون كويسة جدًا. طبعًا في الفرن هي مش هتاخد وقت خالص، يعني عايزة أقول لكم إن هي تستوي بسرعة جدًا، لإن طبعًا حرارة الفرن هتكون أقوى، فهتستوي معانا بسرعة، فلازم نهدّي النار أو ناخد بالنا إن النار تكون متوسطة. ابتديت بقى أقلّبها على كل ناحية كده شوية لغاية ما استوت. طبعًا كان باقي معايا كده شوية من التتبيلة في الطبق،
كل ما باقلّبها باعمل كده دهنة كده بالفرشة أو بامسح عليها كده بالتتبيلة عشان الطعم يكون أقوى. طبعًا دي من الوصفات الصحية اللي تنفع جدًا مع أي حد بيحب الحاجات المشوية، مش بيحب الحاجات المحمّرة أو الحاجات اللي فيها زيوت كتير أو دهون كتير. الوصفة دي هتكون حلوة جدًا. يعني حتى الخضار أنا عايزة أقول لكم إن أنا جهّزت كده شوية جزر، على فلفل ألوان، على بصل أحمر، على طماطم. الحاجات دي كلّها قطّعتها تقطيعة كبيرة عشان طبعًا ما تفقدش قيمتها، لإن طبعًا الخضار لو اتقطّع صغير هيفقد قيمته وهيدبل بسرعة. حتى تلاحظوا إن أنا ما حطيتهوش في التتبيلة بتاعة الفراخ، لأ أنا سِبته زي ما هو كده فريش، واديته رشة ملح وفلفل بسيطة أوي، ونزّلته في الجريل على طول كده زي ما هو. عملت مسحة كده بسيطة من بقية التتبيلة بتاعة الفراخ على الخضار عشان ياخد طعم التوابل ليس أكثر. لكن لو حطينا الخضار ده في التتبيلة هينزّل مَيّته أول ما هينزل في السخونية وهتلاقوه دِبِل، والطماطم بقت يعني يعني هتنزّل مَيّة ومش هتبقى حلوة خالص. لأ، أنا عايزة أدّي له صدمة بحيث إن هو يفضل محافظ على الفوايد اللي فيه، ويبقى فيه قرشة بسيطة كده. طبعًا أنتم فاهمين قصدي، يعني قرشة بسيطة يعني يكون بيقطم كده شوية أو بيعض كده شوية لمّا آجي آكله أستمتع بطعمه، ما أحسش إن هو خضار مستوي وخلاص. خلاص كده دبابيس الفراخ استوت، قدّمتها مع الخضار، مع رز أبيض، ممكن تقدّميها مع مكرونة، أو حتى ممكن تقدّميها مع الخضار وتكتفي بيها على كده. يعني عايزة أقول لكم إن هو طبق حلو جدًا وسريع والتتبيلة ممتازة. هاستنى بقى رأيكم في التعليقات تقولوا لي رأيكم، هاستنى إن أنتم تعرّفوني إيه أخبار كل الفيديوهات اللي بنعملها، بتعجبكم أو لأ. أنا باهتم جدًا بقراية التعليقات. وما تنسوش تشيروا الفيديو وتعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. باي باي.